طبعا احنا معاكم في اسكندريه، بس عريسنا بورسعيدي من بورسعيد، وتحديدا من شارع الجمهوريه، صح كده؟ الف مبروك يا محمد. بارك في حضرتك. انا اقول ميدو، انا عرفت ان النيك نيم بتاعك ميدو. اللي حضرتك شايفه والله. اللي حضرتك انت عريس فلازم تتدلع، فنقول ميدو النهارده. الف الف مبروك، ربنا يتمم بخير، وزفاف سعيد وحاجات جامده جدا، وميكنج احنا كنا مع بعض من اول النهار، وخلاص يعني انت على وشك ان انت تكون جاهز يعني. حاسس بايه وشعورك ايه ليله الزفاف؟ اعتقد الاحساس بيبقى مختلف ومتباين. ما هو طبعا اصل دي ليله العمر مش هتتكرر تاني، فلازم يكون ليها احساس غير اي احساس حاجه تانية يعني. حاسس بسعاده وفرحه، قلق، توتر؟ لا 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 الحمد لله مفيش قلق، بس سعيد الحمد لله يعني. الحمد لله سعيد. التعارف تم بينك وما بين رضوى ازاي؟ انت قلت لي واحنا بندردش قبل التصوير يعني مناسبه سعيده هي اللي عرفتك برضوى. كان فرح ابن عمتي وعرفتها فيه. بس كيوبيد عمل عمايله بقى. هو مش قادر اقول لك يعني. يعني الخطوبه تمت فين وامتى؟ كتب الكتاب النهارده الزفاف. هو كاتب الكتاب كان في بورسعيد. الكلام ده كان من حوالي يعني اقل من شهر او اقل من شهر ونص. بس وتوالت الاحداث لحد ما وصل للفرح. وسريع يعني. خطوبه سريعه سريع. الشقه بتاعتكم اسكندريه ولا بورسعيد؟ اسكندريه بورسعيد. عاملين مكانين. مع بعض. والله حاجه حلوه أوي يعني، عشان الناس اللي في بورسعيد ما تزعلش والناس اللي في اسكندريه ما تزعلش يعني. زعل حد فلازم يعني. الصوره بقى اللي احنا كنا بنتفرج عليها من شويه، ان انت قلت لي مقتطفات من كتب الكتاب وصور خارجيه. دي كانت في بعض المقتطفات من كتب الكتاب، والباقي اللي هي الظروف دي صور خارجيه هنا وهنا تحت. دي برضه انما المربع ده كتب الكتاب. مين صاحب فكره ان انتوا تعملوا كولكشن كده، ان انتوا تجمعوا الصور دي في صوره واحده؟ والله رضوى. رضوى هي اللي طرحت الفكره دي وانا وافقت عليها. الفكره حلوه يعني. شرم الشيخ بقت من الاماكن الحلوه قوي اللي كل الناس بتروح فيها عشان تقضي الهاني مون. رايحين شرم الشيخ ولا رايحين فين؟ الغردقه. قلت اوقعه يمكن يقول لي الغردقه. لا تحفه طبعا، جميله يعني. هو لحد دلوقتي الغردقه مش عارفين بعد كده احتمال تغيروا وتروحوا على شرم الشيخ يعني، ممكن. من الناس. محدش يجي لنا الغردقه بس يعني. صاحب فكره الغردقه انت ولا رضوى، ولا يعني اخترتوها على اساس ايه؟ والله لا هي عادي يعني. هنروح فين في الحته الفلانيه لا الفلانيه، فاستقرينا على الغردقه بس. فرحكم انتوا عاملينه اوبن اير ومكان مفتوح وعلى حمام السباحه، وفكره روشه يعني. نادرا لما حد يقول انا عايز مكان مفتوح، كل الناس بتبقى حابه قوي تبقى اندور يعني اماكن مقفوله. ده احنا يعني لقيناها جديده، بس يعني حبيناها لانها جديده بس. انما المكان مقفول كل الافراح في مكان مقفول يعني. بس وبعدين عشان الدخنه والنفس والحر والحاجات دي فالهوا حلو. تنطلقوا عشان وننزل البسين بعد ما نخلص يعني. صور الكلام دوت. بس من الانطلاق في الفرح للانطلاق في الكلام عن رضوى. يعني رضوى برضو النهارده المشاعر والاحاسيس والفرحه والسعاده، الحاجات دي كلها لو جمعناها في كلمه ليها او جمله ليها هتقول فيها ايه وتكتب في سطورها ايه؟ هقول لو لفيت الدنيا مش هلاقي واحده زيها. بس ده اند. بس كده ما فيش حاجه تانية تتقال يعني. الف مبروك ليك يا محمد، وزفاف سعيد، وربنا يتمم يعني بخير، ونبارك لكم قريب بقى على الذريه الصالحه ان شاء الله. ان شاء الله في حياه حضرتك ان شاء الله. رضوى الف الف مبروك، زفاف سعيد. الله يبارك فيك يا محمد. قلنا كل الناس شافتنا واحنا بنحضر الحاجه اللي هنتكلم عليها دلوقتي برضو. احساسك بس في الاول، وانا عارف ان انت قلقانه وبتقولي قلبي بيدق جامد. قوي طالع خالص. الف الف مبروك، وربنا يتمم فرحتك على خير ان شاء الله. الله يبارك
فيك يا محمد. بنتكلم على ايه؟ على الفستان الاولاني ولا الفستان التاني؟ عروستنا هيبقى فيه فستانين النهارده واكسسوارز وجرب وحاجات يعني نبدا بايه؟ بالفستان اللي انت لابساه؟ مين اللي اختاره؟ ذوق مين؟ هو ذوقي طبعا. بس طبعا اخواتي رانيا وشين هم شاركوني برضو، بس يعني هو كان ده اللي انا نفسي البسه يعني. بس والتاني برضو هم شاركوني فيه، يعني حبوا الفرحة تبقى يعني فيها اكتر من حاجة بس. شوف لنا برضو التاني بقى. هو طبعا كل الناس هتشوفه معانا في الحلقه، بس برضو شوف لنا شكله ايه، شبه ده ولا حاجه مختلفه؟ لا هو مختلف تماما يعني، بس برضو تحس ان هو يعني شغله كتير بس مختلف تماما يعني. بس ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله. الجرب مين اللي اختاره؟ كانت فكرتك ولا فكره مين؟ انت اللي اخترتي اللون؟ والله انا فعلا كنت عايزاه الابيض في الاخضر، بس هو ذوق رانيا اختي يعني، هي اللي اختارته وصممته وعملته لي يعني. رانيا عامله معاكي واجب جامد جدا. جامد خالص، انا يعني طلعت عينهم بصراحه يعني، مش قادره اقول لك. يعني في اقل من 21 يوم فرش شقه وتنقية فرش وفرح وفساتين وكل حاجه، فتعبوا بصراحه جدا يعني. هاد. جهاد، ده جهاد جامد. عقبال اولادهم يا رب. طب نكمل برضو في المفروض الاكسسوارات بقى بتاعتك. اظن ده هيكون للفستان التاني، صح كده؟ الكاميرا ممكن تجيب عليهم. ده ذوق وليد بصراحه، هو اللي رجحولي للفستان التاني يعني، فان شاء الله يطلع حلو معاه باذن الله. وفي كمان التاج. والله التاج ده هيبقى في الجزء الاول يعني الزفه وكده، انما الجزء التاني هيبقى وضع تاني خالص بقى. حاجه تانية انت عامله مفاجاه يعني. مفاجاه بقى عشان نبقى مختلفين شويه. كمان في السبت اللي المفروض بقى يعني بنوته صغيره، مش عارف هتتكسف لو قلت لها تيجي تصور معانا. اسمها حبيبه. حبيبه ممكن تيجي معانا تمسكي كده السبت اللي انت هتمسكيه في الزفه. يعني نبص بس كده للكاميرا. السبت ده مين اللي عمله؟ المفروض هتعملي بيه ايه؟ اللي انا هحط فيه الورد، وساعة الزفة هرش الورد على طنط رضا. تمام، ده انت حافظه ويعني عندك استعداد تعملي كل حاجه النهارده، صح؟ طب ايه رايك لو قلت لك تقولي لطنط رضوى كلمه النهارده، هتقولي لها ايه؟ هقول لها انا بحبك قوي يا طنط رضوى، ويا رب يا رب الجوازة دي تبقى سعيدة عليك. يا سيدي ردي. طبعا مش عارفه اقول لك ايه يعني. جوازه سعيده طبعا، بعد اللي هي قالت مفيش كلام يتقال. يعني بشرتكم. جوازه خير ان شاء الله باذن الله، باذن الله. مش هعطلك اكتر من كده. انا عايز برضو انوه لكل مشاهدينا ان رضوى ما فيش اي ميك اب، يعني هي لسه مستنيه الماكير بتاعها، وكانت حابه ان هي تطلع يعني بمنظرين زي ما بيقولوا. اختم. ماشي. مش عارفه، طالما قلت هختم يبقى في سؤال هيتقال. نختصر ونقول الاجابه على طول. ايه اللي المفروض؟ لا انت حافظانا يا رضوى، عارفه. تصوير مختلف عن الحقيقه بصراحه. في الموقف ده يعني كنت دايما تشوفي كل عروسه فتقولي الموضوع سهل، مكشوفه وكده، لا لما الواحد فعلا الموقف مختلف. تقدري بعد كده كل عروسه. لا قدرت جامد. طيب ميدو في الموضوع ده كله، محمد عريسنا يعني كلام مهم قوي هيتقال له دلوقتي. والله اقول له ربنا يخليك ليا، وربنا ان شاء الله يقدرني ان انا اساعده. وهو بصراحه يعني هي فتره قليله بس يعني هو حبيب قلبي. والاختيار ناجح ان شاء الله باذن الله. حط الجرب ونشوف بقى كل الترتيبات معاكي. الف مبروك. ميرسي يا محمد، الله يبارك فيك ويبارك. باي باي.